الاهلي تعادل 2-2. مش عارف ايه اللي بيحصل في الدوري المصري، تحس ان هو مود. والله تحس ان احنا يعني خلاص دخلنا الزون بتاع الدوري المصري. فترة اعداد. مش عارف كسبنا مين 4 والبنزرتي نكسب البنزرتي 5 والبنحرتي 6 وجايين نكسب ناس الله اعلم. وبنخش الزوم بتاعت الدوري المصري، معرفش ايه اللي بيحصل. والله ما اعرف. بدأناها بدري قوي. احنا بدأناها بدري قوي. ايه القرف ده؟ ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ بجد. ما شفتش كورة النهارده خالص بربع جنيه. مفيش بربع جنيه كورة النهارده من بداية الماتش. مش عارف ريبيرو بيعمل ايه. انا معرفش ايه التشكيل اللي نزل بيه ده. بقعد الناس دي دكة ازاي؟ بن شرقي يقعد دكة ازاي؟ انا ما اعرفش انتقد مين ولا مين في الماتش بصراحة. ما اعرفش. ريبيرو فاكر ان هو لما يقعد ويعمل كده يبقى هو كده مدرب جوارديولا. يعني هو كده بقى جوارديولا لما هو يقعد كده على خط التماس وعامل كده بتاع على ركبته. بقى جوارديولا كده. مش عارف ايه ده. ايه الاجوان دي؟ فين الدفاع بتاع الفريق؟ مش عارف محمد هاني هنجيب سيرة محمد هاني. ما جاش. ما هو ما جاش من زمان. والمعلق يقول لك محمد هاني لعيب كبير، طبعا لعيب كبير. اكيد يقصد كبير في السن، يعني هو كده كبير في السن مش كبير في اللعب. انا مش عارف ليه كل ماتش نقعد كده، ما اعرفش. بدأنا يعني اول ماتش في الدوري يا جدع، اول ماتش لسه بسم الله الرحمن الرحيم يا دوري. ليه ايه المنظر اللي احنا طالعين بيه ده صفقات جديدة. ورحنا جبنا صفقات من برشلونة. و ايه في ايه فين؟ طب فين؟ فين مين فين؟ ديانج قاعد دكة. يا راجل يا ظالم، ما قعد ديانج دكة. مش مقتنع بيه. منزل نبيل كوكا، احمد نبيل كوكا منزله. يا جدعان كوكا ده يبقى. انا مش هجيب سيرة حد. انا مش هجيب سيرة حد وحصل خير. ومنه لله اللي كان السبب في اللي احنا فيه دلوقتي ده. كفاية كده.